ونعمل مع بعض النهاردة صينية كفتة بالطحينة. حكاية: جبت بصل قطعته وطماطم، فلفل اخضر، فلفل احمر بس مش الوان، فلفل بلدي بس احمر، خلاص، وقلبت فيهم شوية ملح وفلفل ومعلقة زيت، وهدخلهم الفرن علشان انا محتاجة الصوص اللي هينزل منه. طبعا لو في بصل او ورمة بيبقى افضل من البصل المقطع، بس انا ما كانش عندي فقطعت بصل. تمام. بعد كده جبت نص كيلو كفتة، نص كيلو كفتة مش لحمة. الكفتة عندي بضيف عليها بصلة صغيرة، طماطماية صغيرة، فص توم، وقرن فلفل صغير، ومعاهم نص كوباية برغل منقوع، وبضرب كل ده في الكبة وبنعمه. بعد كده انا عايزة اكتر الكمية شوية، فجبت ربع كيلو فاصوليا مسلوقة ومهروسة وضفتها على نص كيلو الكفتة. بحط على الكفتة عندي خلطة الفلفل الاسمر مع ملح، ودي هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس عشان انا ما بحبش احط توابل على الكفتة عشان ما اضيعش طعم اللحم. انا دخلت صينية الخضر في الفرن، ودلوقتي بصبع الكفتة واشكلها. بحب اصبعها على ايد معلقة على عود الشيش، بس انا بفضل ايد المعلقة، بتخليها هشة ومش مكتومة. صينية الكفتة دي كمان لو حابين تحطوا معاها بطاطس بتبقى جميلة جدا. بتقطعوا بطاطس مكعبات وبتدوها نص قلية كده، وبعد كده بتضيفوها مع الخضار في المرحلة الأخيرة وانا بضيف الكفتة. بصوا بقى الخضار عمل كمية صوص قد ايه. باخد الصوص ده بصفيه كله عندي لاني هحتاجه مع الطحينة. دلوقتي انا رصيت الكفتة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. في نفس المرحلة دي ممكن زي ما بقول لكم تضيفوا بقى مع الخضار البطاطس اللي هي واخدة نص قلية، تقلبوها مع الخضار وتدخلوها الفرن. النوع ده من الكفتة بيعتبر نوع اقتصادي جدا، لاني ضايفة برغل وضايفة فاصوليا، وممكن تحطوا معاه كمان البطاطس. دلوقتي انا جبت الطحينة، هنعمل زي سلطة الطحينة العادية بتاعتنا خالص. بحط عليها بابريكا، ملح وفلفل وكزبرة ناشفة، وبديها عصير ليمون. ممكن تستبدلوا عصير الليمون بعصير برتقال لو عايزين تاخدوا طعم مختلف شوية. ده الصوص اللي نزل من الخضار اهو، حطيته او ضفته، خففت بيه الطحينة. تمام. ولقيتها محتاجة شوية مية لان هي المفروض تكون قوامها خفيف، عشان لسه لما تدخل الفرن القوام بتاعها هيتقل، فخففته بشوية مية وظبطت الملح. واديت الصينية اهي بعد الكفتة ما اخدت نص سوا، اديتها رشة بقدونس، ودلوقتي هنزل عليها بالصوص بتاع الطحينة. شايفين القوام بتاعه خفيف مش تقيل. تمام كده. وهدخلها الفرن على طول تكمل السوا بتاعها، والصوص بتاعي ده قوامه يتقل شوية. بعد ما بخرجها بقى اولع لها قطعة فحم واغطي عليها واسيبها شوية. شايفين شكلها بعد ما اتحمرت والطحينة قوامها بقى سميك يجنن. بقدمها سخنة. عايزة اقول لكم بتقدموها جنب شوية رز بالشعرية او بتاكلوها بالعيش. حكاية، طعمها تحفة تحفة تحفة. يلا جربوا، وصحتين وهنا.